ياسين بونو هذا العام منافس على جائزة ياشين وجائزة ذا بيست والكرة الذهبية، واجي نشوف واش غيقدر ياخذ شي جائزة من هذه الجوائز ولا لا. نبداو بجائزة ياشين واللي مرشح لها 10 ديال الحراس، وكتكون في حفل جوائز الكرة الذهبية واللي غيتم الإعلان عن الفائز نهار 30 في هذا الشهر. أما بالنسبة لياسين بونو واش غيقدر ياخذ هذه الجائزة ولا لا، فراه المدة اللي كتحسب اللاعب اشنو قدم فيها هي موسم كامل، وياسين بونو هو المرشح الأول لأنه قدر يكون سبب رئيسي بوصول المغرب للدومي فينال ودار تصديات واعرة، خاصة في التصديات اللي كانوا ضد اسبانيا في بيلانتيات. هادشي بالنسبه للمنتخبات. اما بالنسبه للنادي واللي هو اشبيليا، فراه ساهم باخذ اشبيليا للدوري الاوروبي، خاصه في بيلانتيات اللي كانوا في النهائي نيت ضد روما، عكس المرشحين الاخرين اللي تيكونوا اما قدموا اداء مزيان مع الفريق او لا مع المنتخب، على عكس ياسين بونو اللي قدم اداء جيد مع المنتخب ومع الفريق. نمشيو دابا للكره الذهبيه واللي غتكون في نفس اليوم اللي غتقدم فيه جائزه ياشين، واللي ياسين بونو كاين في لائحه المرشحين اللي كتضم 30 لاعب. ولكن واش غيقدر ياخذ هذه الجائزه ياسين بونو ولا لا، فراه صعيب يديها، لان من الصعب شي حارس ياخذ الكره الذهبيه. والمرشحين باينين وهما ايرلينغ هالاند وليونيل ميسي. جائزه ذا بيست، فراه هذه الجائزه غيتم الاعلان فيها عن الفائز في شهر جوج، وهذه الجائزه ما غيكونش داخل فيها المونديال، حيت غتكون غير من شهر 12 حتى لشهر 8. والمرشحين هما 5 ديال الحراس: تيبو كورتوا، تير شتيغن، ادرسون، اونانا وياسين بونو. وكما قلت فراه ياسين بونو ما غيتحسبش ليه المونديال، ورغم ذلك فراه ياسين بونو يقدر يديها، ولكن ماشي بحال الحظوظ ديالو في جائزه ياشين. وهاد الخطره عنده منافسه من مارك اندرو تير شتيغن اللي دار تصديات واعره في الليغا ودا الدوري، وكورتوا اللي يقدر يوصل مع الريال حتى للدومي فينال في دوري الابطال، واندري اونانا اللي يقدر يوصل حتى لنهائي دوري الابطال، وإيدرسون اللي يقدر يفوز مع الفريق ديالو مان سيتي بدوري الابطال والدوري الانجليزي والرابط الانجليزيه وكاس السوبر الاوروبي. وياسين بونو كذلك اللي دا الدوري الاوروبي. انا عطيتكم كاع الارقام اللي يقدر يحققوها الحراس الاربع اللي منافسين ياسين بونو في جائزه ذا بيست، فقولوا لي واش غيقدر ياسين بونو يفوز بهذه الجائزه؟